السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. النهاردة بإذن الله هنحل امتحان على الدرس الأول، درس الدولة الأموية، تاريخ الصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الثاني، صفحة 117. ويلا بينا نشوف السؤال الأول. السؤال الأول ألف، اختر الإجابة الصحيحة ما بين القوسين. رقم واحد، تمثلت أول صور ممارسة معاوية بن أبي سفيان للأمور السياسية والإدارية في حكمه للشام، مشاركته في كتابة الوحي، توليه الخلافة، مشاركته في حروب الردة. أول صور اتمثلت في إن معاوية بن أبي سفيان مارس الأمور السياسية والإدارية. طيب كانت فين؟ كانت في حكمه للشام. طيب رقم 2، أصبحت المراسلات أكثر تنظيما بدءا من عهد الخليفة معاوية، مروان، الوليد، عمر بن عبد العزيز. المراسلات أصبحت اتنظمت أكتر من الأول. طيب من عهد الخليفة مين؟ من عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان. طيب رقم 3، واضح في أي عهد من عهد الخلفاء التاليين تم بناء المسجد الموضح في الصورة، اللي هو المسجد الأموي. عمر بن عبد العزيز، معاوية بن أبي سفيان، عبد الملك بن مروان، الوليد بن عبد الملك. في عهد مين اتبنى فيه المسجد النبوي أو المسجد الأموي، اللي هو مين؟ اللي هو الوليد بن عبد الملك. طيب 4، أنشئت مدينة القيروان في عهد الخليفة معاوية، عبد الملك، عمر، الوليد. مدينة القيروان أنشئت في عهد الخليفة مين؟ معاوية بن أبي سفيان. طيب يا مس، رقم ب، ماذا كان سيحدث إذا صار معظم الخلفاء الأمويين على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم في المساواة بين أفراد المجتمع؟ هيحصل إيه؟ إن الأمويين صاروا على نهج الرسول، اللي هم إيه؟ كان في مساواة بين المجتمع كله. هيحصل إن ما كانش الموالي يكرهوا الأمويين. ليه؟ لأن الموالي كانوا بيكرهوا الأمويين لأنهم كانوا بيحسوا إن هم بيحبوا العرب عنهم. وإيه كمان؟ سيشارك الموالي في حكم الأمويين في الحكم في العصر الإيه؟ الأموي. هنقوم كاتبين لن يكره الموالي الأمويين. طيب إيه كمان؟ سيشارك الموالي في الحكم في العصر الأموي. طيب يا مس، شوف اللي بعده. السؤال الثاني ألف، من هو أمر بتنقية المصحف الشريف؟ مين اللي أمر بتنقية المصحف؟ اللي هو عبد الملك بن مروان. عبد الملك ابن مين؟ ابن مروان. طيب رقم 2، عمل على نشر الإسلام في البلاد المفتوحة بالقدوة والموعظة الحسنة. طالما قال بالقدوة والموعظة الحسنة، عمر بن عبد العزيز. عمر ابن عبد العزيز. طيب رقم 3، أدخل نظام الوراثة في الحكم. مين هو أول من أدخل نظام الوراثة؟ معاوية بن أبي سفيان. معاوية ابن أبي سفيان. طيب يا مس، رقم 4، أحد خلفاء الدولة الأموية الذي اهتم بتقديم الخدمات الاجتماعية للناس كرعاية المرضى والمعاقين والفقراء، اللي هو مين؟ الوليد بن عبد الملك. الوليد ابن عبد الملك ابن مين؟ ابن مروان. طيب ب، ما الدروس المستفادة من تنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان؟ احنا عارفين المفروض الخلافة كانت تبقى لمين؟ تبقى للحسن بن علي. طيب لما حصل حقن الدماء والقتل والفتن، فسيدنا الحسن اتنازل على الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان. طيب الدروس المستفادة من دي ايه؟ ان مصلحة الأمة الإسلامية مقدمة على مصلحة الفرد، وان تنازل الحسن بن علي عن الخلافة كان حقنا لدماء المسلمين وجمعا لكلمته. فنقوم كاتبين مصلحة الأمة الإسلامية مالها؟ مقدمة على مصلحة
الفرد وأن تنازل الحسن ابن علي عن الخلافة كان حقنا لدماء المسلمين وجمعا لكلمتهم. تمام وبكده نكون خلصنا. معكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. انتظروني في حل باقي تدريبات مع المواد، وبالتوفيق لينا وليكم يا رب العالمين. وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين، وما تنسوش تدعوا كمان لمصر، وتدعوا لنفسكم وتدعوا لي معاكم. وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.